بص يا سيدي، انت لو معاك كيبورد وماوس ومعاك جهاز بي سي او حتى لابتوب ايا كان نوعه، مفيش كده حاجة تمنعك انك تبقى جرافيك ديزاينر غير حاجة واحدة بس. اكتر حاجة بتضايق اي مصمم او اي شخص داخل المجال التصميم وبيحاول يتعلمه ان هو يعمل تصميمات كتير ملهاش لازمة او تصميمات دون جدوى. فاهمين؟ دون جدوى. طبعا في ناس كتير من بداية الاسم كده او فكرة دون جدوى هتبدأ تفهم محتوى الحلقة داير على ايه بالظبط. احنا عايزين نعمل تصميمات ذات جدوى وفي نفس الوقت نكون احنا بنتدرب وبنستفيد وبننشر وعي حقيقي بالاحداث اللي حاصله دلوقتي او ايا كان الترند اللي موجود اللي هو دلوقتي. فالناس تركز معايا كده وتفهم ان انا عندي فرصه حقيقيه ان انا اتدرب وفي نفس الوقت انشر وعي واستفيد من مهنتي كجرافيك ديزاينر، ان انا اعتبر اعلامي، وعن طريق التصميم والصور والفيديوهات تقدر تنشر وعي حقيقي وتقدر تنشر حقائق وانت بتتدرب وبتتعلم. فيبقى انت كده ضربت كل العصافير وبالخصوص العصفورة الزرقاء بحجر واحد. طيب الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ شوف القضية او الرسالة اللي انت عايز توصلها وتبدأ تعمل لها تصميمات خاصة بيها، ويفضل يكون بلغات مختلفة عشان تقدر تنشر وعي حقيقي، وتركز جدا وانت بتعمل الموضوع ده على الرسالة الإعلانية وعلى الهدف الرئيسي، وتركز ان اللي قدامك مش عارف الموضوع من اوله او من اصله، فتوضح الموضوع من الاول. يعني ما تجيبش ردود افعال والحماس ياخدك وتشوه الصوره، لا انت حاول على قد ما تقدر تنقل حقائق وتوصل الحقيقه بشكل واضح وصريح، سواء بقى عن طريق بقى ان انت بتعمل ريتاتش لصور، عن طريق كتابه تكست، عن طريق فيديوهات، عن طريق مونتاج، ايا كان نوع التصميم اللي انت هتعمله. تحاول تعمل رسائل هادفه. والحاجه اللي بشوف ناس كتير بتغلط فيها وهي بتعمل الموضوع ده، لان في ناس بتعمل كده بس الفكره ان هي بتنشر الوعي ده لناس عندها وعي، يعني ناس فاهمه الموضوع. لا، انت لما تيجي تدور تنشر حاجه زي كده عشان فعلا يبقى التصميم بتاعك ذات جدوى، تنشرها في مكان محدش عنده وعي بموضوعك فيه عشان هو يتعلم منه او يفهم منه. وهنا هتبدأ تحس ان تصميمك ذات جدوى. لما حد يعلق على البوست بتاعك اللي انت كاتبه بلغات كتيرة وبتناشد بيه جميع الجنسيات، فده بيكون حاجة تبسطك ويبقى الديزاين اللي انت بتعمله ذات قيمة ليك. تمام؟ طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ في مليون طريقة تقدر تبحث عنها، بس اهم حاجة تكون مستهدف جمهورك والمنصة اللي عليها الجمهور والمنصة اللي تقدر تعمل عليها ده، لان مش كل المنصات طبعا تقدروا تعملوا عليه الكلام ده. وطبعا اللي انت هتعمله ده هيبقى مفيد ليك من ناحية التدريب، وفي نفس الوقت مفيد من ناحية قضيتك او الرسالة اللي انت عايز توصلها واللي احنا كلنا عايزين نوصلها كمصممين جرافيك. واخد بالك انت؟ تمام؟ ويا رب الناس تكون فاهمة وتكون عندها وعي انا ليه بنقل الموضوع ده بالطريقة دي. ويا ريت الناس تشير الفيديو، حاول تهتم بالموضوع ده وما تستهترش بيه، لانه هو فعلا موضوع مهم وحيوي ومؤثر جدا. وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، ويا رب الرساله تكون وصلت، ويا رب الناس تكون مقدره اهميتها. ويا ريت نبتدي دلوقتي، وده مش وقت كلام، ده وقت افعال. وانا عندي حسن ظن بالله وربنا قادر على كل شيء.